في مشكلة من بريد مولاتي تقول سين نون. أنا متجوزة بقالي 4 سنين. في الأول ما كنتش فاهمة حاجة وداخلة بضمير كويس وبما يرضي الله. حماتي جاتلي في أول شهر العسل، قضت معايا أسبوع منه، وكانت جايبة معاها ابن أختها شاب في الجامعة، وأنا كنت متجوزة قبل رمضان بيومين، وقلت عادي ومشيت الدنيا. وطبعا ما كنتش بعرف أقعد أو ألبس براحتي، على طول بالإسدال غير الخدمة أكل وشرب لحد ما بقيت عادة. طول 3 سنين الأولى من جوازي كانت بتقعد عندي أكتر ما بتقعد في بيتها، وعايزة اللي يخدمها وبس. لو جنبها كوباية المية تناديني عشان أجيبها لها، غير إن حماية كان مسافر وتعب وجابوه عندي بحجة إنها مش هتعرف تخدمه، وهي كمان جت معاه وشلتهم. بعدها عملت عملية وجابوها عندي وشلتها برضه. وانتوا عارفين لما الواحد بيبقى عيان عايز اللي يسنده ويوديه ويجيبه، وأكل وشرب وخدمة ودواء وناس جاية وناس راحة، لحد ما مت من التعب. وحماية كمان كان معاها. المشكلة إنها لما بتروح بيتها ولا كأننا أنا وجوزي موجودين في حياتها، كل اهتمامها بابنها التاني وولاده، وإحنا ولا في الدماغ، وإحنا مش مخلفين. يوم الجمعة تخصصه لابنها ومرات ابنها التانية وولاده، وعمرها ما تقول لنا تعالوا اتغدوا معانا أو قضوا اليوم معانا. كل همها اللي بتاخده من جوزي. تتصل بيا تقول لي خلي جوزك يجيب لي العلاج، يديني المصاريف، يحجز لي عند الدكتور، لأن جوزي هو المسؤول عن مصاريف بيتها بالكامل، لأنه الكبير طبعا. والأفظع إنها بتتكلم على كل الناس، حتى إخواتها اللي بتاكل معاهم في طبق واحد، حتى عليا أنا اللي خدمتها وشلتها. ولما حصل موقف بيني وبين ابنها التاني قطعت المكالمات، وأنا انتهزتها فرصة، وكمان قطعت معاها لأنها استغلتني واستغلت صحتي واستغلت أخلاقي في التعامل معاها. واحدة عايزة تاكل وتشرب وتنام وتتخدم وتاخد فلوس من جوزي عشان تصرفها على نفسها، لأنها معتقدة إنها لسه صغيرة، مش حاسة إنها ست كبيرة وأنا جوزي طيب. قطعت معايا فترة كبيرة، ولما حماية تعب ونزل وعمل عملية جه عندي وشيلته وقعد معايا فترة طويلة، وهي كانت مسافرة. ولما مشي من عندي خليته ما يكلمنيش، لأنها كانت متضايقة إنه دايما بيسأل عليا وبيشكر فيا إنه وقفت جنبه في تعبه. كنت بسمعها بتقولي الكلام ده لجوزي في التليفون، ونفسي وقفت منها لدرجة محدش يتخيلها. محدش يتخيل ان الست دي اللي انا تعبت معاها وحسبي الله ونعم الوكيل فيها قالت عليا ده كله. لكن دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة، ان هي تعبت وبقى ادراكها مش زي الاول، والناس الكبيرة لما بيجيلها التعب ده بتعمل حاجات لا ارادية، فخدمتها بتبقى صعبة. وانا بصراحة ما عنديش لا جهد ولا قابلية ان اخدمها، لان الاولى بخدمتها ولادها. والكلام ده انا قلته لجوزي، ولاني ما اقدرش اقول له ما تجيبهاش عندي قلت له خليها تيجي عندي، لكن انا مش هخدمها لاني نفسي واقفة منها وما عنديش اي مشاعر تجاهها. فهل انا كده منافقة وبوشين؟ انا اللي هبقى الوحشه، وهي اللي كانت بتتكلم عليا وبتجيب في سيرتي وبتضربني في ظهري وبتكلم سلفتي عليا وبتكلمني عن سلفتي. انا بصراحه محتاره ومش عارفه اعمل ايه.